ليلة القمة ما بين الصدارة والضياع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن مباراة القمة، ومباراة مهمة جدا للنادي الاهلي قبل كاس العالم او قبل رحلة كاس العالم، لان النادي الاهلي لو فاز في المباراة دي هيوسع الفرق ما بينه وما بين نادي الزمالك ل8 نقاط. النهارده هنتكلم مع بعض عن اهم نقط الضعف والقوة عند نادي الزمالك، وكمان هنقول الطريقة اللي بيلعب بيها فيريرا. هنقول كده الاول ارقام فيريرا مع نادي الزمالك. فيريرا لعب مع نادي الزمالك 77 مباراة، فاز في 52 وتعادل في 15 مباراة واتهزم في 10 مباريات. اما ارقامه امام النادي الاهلي، لعب 6 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مباراه، وتلقى 3 هزائم امام النادي الاهلي. اهم نقط طبعا عند نادي الزمالك وهي التسديد من بره ال 18 او من اي حته، وطبعا المتخصص ليها بيكون دايما امام عاشور واحمد السيد زيزو. طبعا الضربات الثابته اللي بتبقى من ركنيه او من ضربه حره بيعرفوا يلعبوها كويس جدا، وخصوصا احمد السيد زيزو لما بيكون هو اللي عليها بيعرف اللي هو يلعب الكوره بشكل كويس جدا، وبتقدر اللي هي توصل للمهاجم او المدافع، ويقدر الزمالك اللي هو يسجل منها اهداف. وطبعا زي ما احنا شفنا مباراه الداخليه ومباراه اسوان ومباراه بيراميدز الماضيه، لما زيزو كان بيلعب الركنيه او الضربه الحره بتبقى خطيره جدا على مرمى المنافس، بتبقى بنسبه كبيره جدا بتيجي اهداف. طبعا زي ما احنا شفنا محمد عبد الغني لما جاب هدف في الوقت القاتل كان طبعا عرضيه من احمد السيد زيزو. طبعا المباراه الماضيه امام بيراميدز لما حسام عبد المجيد سجل الهدف الاول لنادي الزمالك في وقت مبكر كانت عرضيه برضك من احمد السيد زيزو. هما بيعرفوا اللي هم يشتغلوا عليها كويس جدا، ومش بس الثلاث اربع ماتشات دول، ده كان في ماتشات اكتر من كده ومن الموسم اللي فات، وهم بيتدربوا على الضربات الثابته ويعرفوا يلعبوها بشكل كويس جدا في المباريات. ومن الرغم ان الزمالك سجل خلال هذا الموسم من ضربه ركنيه 3 اهداف، ومن ضمنهم هدف الزمالك امام بيراميدز بتاع حسام عبد المجيد، وكمان سجلوا هذا الموسم من الضربات الحره 3 اهداف، من ضمنهم هدف الزمالك امام طلائع الجيش تسديده مفاجاه من احمد السيد زيزو، والهدفين التانيين كانوا من عرضيات كان برضو المتخصص ليها كان احمد السيد زيزو. والحاجه الثانيه وهي التسديدات على المرمى بيبقى متخصص طبعا ليها وهي امام عاشور واحمد السيد زيزو، ونبيل عماد دونجا لما كان مع بيراميدز كان متخصص في التسديدات على المرمى ومن اماكن بعيده جدا. وغير طبعا يوسف سامي نبيه وسيد عبد الله نيمار، اللعيبه دي بتبقى خطيره جدا في التسديدات على المرمى. زائد كمان ان انت في المرتدات الزمالك بيعرف يلعبها كويس جدا. ليه؟ لان الزمالك معاه لعيبه كويسه جدا في المرتدات، ازاي يوسف سامي نبيه وسيد عبد الله نيمار واحمد السيد زيزو وامام عاشور وسيف الدين الجزيري، دول لما بيكون في هجمه مرتده بتبقى خطيره جدا على مرمى المنافس. طبعا انت لو لاحظت الماتش اللي فات بتاع بيراميدز لما الزمالك كان كسبان 1-0 والكره كانت مع حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك، اما بص على سيف الدين الجزيري لقاه قدامه مساحه كبيره جدا يقدر يجري فيها، لعبها له على طول. وطبعا سيف الدين الجزيري بذكائه عارف يتخلص من المدافع الاولاني اللي هو كان احمد سامي، وعارف يهرب بالكره. وطبعا كان وراه علي جبر، خلى علي جبر يعمل له فاول علشان يسبب له في كارت احمر، وخلى الفريق يلعب ب10 لاعبين. وحاليا الزمالك بيتدرب على الكور دي او بيتدرب على المرتدات بشكل كويس. ليه؟ لما الزمالك بيكون كسبان 1-0 هو بيكون عاوز يضاعف النتيجه اكتر واكتر، وكمان ما يخليش للمنافسين فرص. واحنا شفناها اكتر من مره مع اكتر من مدرب، مش فيريرا بس، كنا بنشوفها مع باتشيكو وكنا بنشوفها مع كل المدربين اللي كانوا يجوا كاردرون. والزمالك كان بيعرف اللي هو يلعبها بشكل كويس وكان بينجح فيها بطريقه مش طبيعيه. فيجب الحذر جدا من مدافعين النادي الاهلي بكره، وخصوصا خط النص سواء كان اليو ديانج او عمرو السوليه او حمدي فتحي او مروان عطيه في حال لو شارك بكره. لازم ياخدوا بالهم جدا من العرضيات والمرتدات وسرعات اللعيبه، لازم ياخدوا بالهم من الكرات الثابته كويس جدا. دي كده القوه الهجوميه عند نادي الزمالك. تعال بقى لمشاكل الدفاع والمشاكل اللي ممكن الاهلي يستغلها في مباراه بكره. اولا كده ايه هي مشاكل نادي الزمالك؟ نادي الزمالك عنده مشاكل كتير جدا في الدفاع، وهي بسبب ان اللعيبه مش بتلعب مع بعض كل الماتشات. بعد اصابه محمود حمدي الونش دفاع نادي الزمالك بعد غياب او بعد اصابه محمود حمدي الونش دفاع نادي الزمالك واقع بشكل كبير جدا جدا. ليه؟ الونش لما كان بيلعب مع حسام عبد المجيد كنت بتحس ان الدفاع الزمالك كويس جدا ويقدر اللي هو يعمل شغل عالي جدا، لكن بعد غياب محمود حمدي الونش مشاكل الدفاع زادت اكتر عند نادي الزمالك بسبب عدم ثبات خط الدفاع وخط الوسط، وكمان بسبب ان كل ماتش اللعيبه بتلعب مع لعيبه مختلفه. يعني مثلا حسام عبد المجيد تلاقي ماتش بيلعب مع مصطفى الزناري، وتلاقي ماتش بيلعب مع محمد عبد الغني، مش منتظمين مع بعض ومش فاهمين بعض. تعال بقى ناحيه الشمال، انت من ناحيه الشمال عندك اكتر من غياب، مثلا غياب احمد الفتوح وعبد الله جمعه اللي بنسبه كبيره هيكونوا غايبين عن مباراه الزمالك امام الاهلي. في الحته دي الزمالك كل ماتش بيبدا ب لا اما محمد عبد الشافي، لا اما حمزه المسلوسي، لا اما عمر جابر، على حسب الزمالك بيلعب ازاي. الاهلي يقدر يستغل الكور دي سواء من ناحيه الشمال او الكره الطوليه اللي بتبقى في العمق، او في ناحيه اليمين اللي انت ممكن تستغلها بنسبه كبيره. ليه؟ لان انت لو انت لعبت احمد عبد القادر
هيقدر يعدي من حمزه المسلوسي او لو عمر جابر شارك. غير كمان اللي انت ممكن برضو تستغل الضربات الركنيه او الضربات الثابته، ولازم الاهلي يستغل بكره الضربات الركنيه بشكل كويس، لان الزمالك عنده مشاكل لما بيكون في ضربات ركنيه عليه. واكبر دليل على كده ان انت لما تيجي تبص على الزمالك ومباراه الاسماعيلي هتلاقي اللي في كره ثابته كانت اتلعبت مباراه الاسماعيلي خبر تقريبا محمد عبد الغني ودخلت هدف. ولو جيت تبص على مباراه اسوان ايضا هتلاقي الجونين بتوع اسوان من الضربات الركنيه. لازم الاهلي بكره يستغل الضربات الركنيه دي بشكل كويس. ليه؟ لان انت في مباراه سيراميكا كليوباترا الاهلي جاله 15 ركنيه ولم يسجل منهم اي اهداف، بينما اللي اول ركنيه جت لسيراميكا كليوباترا سجل منها هدف. النقاط بقى الاهلي ممكن يستغلها بكره هي اولا ان انت تستغل ناحيه الشمال عند نادي الزمالك اللي لحد دلوقتي محدش يعرف مين اللي هيلعب بكره بناحيه الشمال، بس الاهلي يقدر يستغلها بشكل كويس. الحاجه الثانيه وهي الاهلي يضغط من خلف المدافعين وما يسمحش للزمالك بالمرتدات. معانا كده مع بعض نقول التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مباراه بكره عشان نروح للنادي الاهلي ونتكلم على النادي الاهلي. توقعاتي في حراسه المرمى هيكون محمد عواد، رباعي خط الظهر هيكون حمدي المسلوسي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي. نص الملعب هيكون عمرو السيسي ونبيل عماد دونجا، وهيكون قدامهم كصانع لعب وهو امام عاشور. ناحيه الشمال هيكون مصطفى شلبي، ناحيه اليمين هيكون احمد شاد زيزو، في راس الحرب هيكون سيف الدين الجزيري. ده طبعا تشكيل متوقع والتشكيل الانسب للزمالك في مباراه الاهلي في ظل طبعا غياب احمد ابو الفتوح وعبد الله جمعه. تعال بقى كده للنادي الاهلي وغيابات كتير جدا للنادي الاهلي. رقم واحد طبعا محمد عبد المنعم مش هيلعب بكره بسبب الاصابه وبنسبه كبيره خلاص مش هيلحق المباراه. تاني حاجه وهي محمود متولي طبعا موقوف بسبب الايقاف، كان واخد طبعا 3 انذارات. وتالت حاجه وهي ياسر ابراهيم، طبعا زي ما احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت اللي ياسر ابراهيم هيقعد من اسبوع ل10 ايام ومش هيلحق مباراه الزمالك. الحاجه الثانيه بقى وهي اللي كولر بيفكر يشارك بايمن اشرف. ايمن اشرف جاهز وممكن نشوفه بكره كاساسي في النادي الاهلي جنبه رامي ربيعه. وكمان في اخبار بتقول ان كولر عاوز يلعب بطريقه 4-3-3، لكن مشاركه ايمن اشرف بكره احتمال نشوفها بنسبه 90%، واحتمال برضه بنسبه 90% نشوف محمد هاني هو اللي قلب دفاعه ونشوف خالد عبد الفتاح باك يمين اساسي بكره. او على كلام المصادر اللي جايه من النادي الاهلي ان كولر عاوز يلعب ب 4-3-3. الثلاثه اللي هيكونوا في نص الملعب مين؟ ركز كده معايا. حمدي فتحي بنسبه 80% و90% هيكون جاهز في مباراه بكره. عمرو السوليه خارج حسابات النادي الاهلي خلاص. نقول بقى كده الثلاثي اللي هيلعب بكره في حال عوده حمدي فتحي هيكون اساسي. جنبه مين؟ اليو ديانج. مين اللي هيبقى جنب اليو ديانج وحمدي فتحي؟ مروان عطيه. ممكن ما نشوفوش بكره، ممكن ما نشوفوش بكره بشكل طبيعي. هنشوف مين؟ محمد فخري. طيب لو الاهلي مش عاوز يلعب بطريقه 4-3-3 عاوز يلعب بطريقه 4-2-3-1 الصانع اللعب هيكون مين؟ طبعا برونو سافيو خارج حسابات النادي الاهلي بكره، مش هنشوف برونو سافيو نهائي. طب مين اللي هيكون صانع اللعب؟ هيكون محمد مجدي قفشه. طب مين بقى الثلاثي الهجومي سواء كانت الخطه 4-2-3-1 او 4-3-3؟ هيكون الثلاثي اللي قدام هيكون احمد عبد القادر جناح شمال، حسين الشحات جناح يمين، مهاجم وحيد وهو كهربا. طاهر محمد طاهر هيلعب. هو لحد اللحظه دي طاهر محمد طاهر جاهز للمباراه بشكل طبيعي جدا وهيكون متواجد على مقاعد البدلاء، مش هيشارك اساسي بكره. طب بيرسي تاو ايضا هيكون متواجد على مقاعد البدلاء بكره، وكالافضل بيرسي تاو ما يبداش بكره. حتى لو انت مش عاوز تبدا بكهربا ابدا بمحمد شريف او شادي حسين، لكن بيرسي تاو بلاش تبدا به في المباراه دي بكره بالذات. ليه مش عاوز ابدا ببيرسي تاو؟ بيرسي تاو هو اللي راجع من اصابه ولسه هيكون عاوز وقت اللي هو ينتظم مع الفريق. يعني انت لو حتى كنت جبته في مباراه سموحه اللي فاتت ونزلته في الشوط الثاني كنا ممكن بقى نحكم عليه هو يلعب ولا لا، لكن انا من وجهه نظري يكون احتياطي وينزل في الشوط الثاني سواء بقى في الدقيقه 60 70 80 زي ما انت عاوز. تعالوا كده مع بعض بقى نقول التشكيل الانسب لمباراه بكره. هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الظهر من اليمين للشمال هيكون محمد هاني باك يمين، قلبين دفاع اتمنى ان يكونوا عمرو ربيعه وايمن اشرف، وباك شمال هيكون علي معلول. طب لو الكره مش عاوز يبدا بايمن اشرف هيكون قدامه خيارين، لا اما محمد مغربي لا اما محمد هاني يلعب كقلب دفاع وينزل خالد عبد الفتاح كباك يمين. انا هلعب باثنين في نص الملعب. في حال عوده حمدي فتحي هبدا بحمدي فتحي في نص الملعب بجواره اليو ديانج. طب لو حمدي فتحي مش جاهز هيكون مروان عطيه. ننتقل بقى قدام لصانع اللعب واتمنى اللي هو يبدا بمحمد مجدي قفشه. ثلاثي الهجوم اتمنى اللي هو يبدا باحمد عبد القادر جناح شمال، حسين الشحات جناح يمين، مهاجم وحيد وهو كهربا. واتمنى ان احنا نشوف تغييرات بكره في الشوط الثاني يكون تغييرات كويسه زي مثلا كريسو ينزل في الشوط الثاني مع بيرسي تاو ومع طاهر محمد طاهر للعوده طبعا ده للمشاركه من جديد. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اكتبوا لي تحت في الكومنتات توقعاتكم للمباراه وهتسمعوا المباراه بتعليق مين. وبس كده، شكرا، مع السلامه.